البتنجان من احلى الخضار اللي ممكن تعملي بيه اكله تكون شكلها شيك وسهله وبسيطه ومن غير ما تستعملي فيها كمان لا لحمه ولا فراخ. هبتدي اقشر البتنجان بتاعي، وطبعا اقشره بالطول عشان ما يشربش مني زيت. طبعا كده كلنا عرفنا ان انا هعمل مسقعه مصري. في الاول بقى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان عيلتي الصغيره تكبر بيكم. خلصت تقطيع وهبتدي انقعه بملح عشان طبعا ينزل الميه بتاعته وما يشربش مني زيت كتير. انا هنا كان عندي بقى الفلفل بتاعي بوضبه، الفلفل اللي هو البارد اللي حجمه كبير ده انا يعني شلت قلبه. انما الفلفل الصغير الحامي ده انا هبتدي اشيل القمع بتاعه من فوق واخرمه عشان ما يفرقعش مني في الطاسه. هنا بقى كنت بعمل الصلصه بتاعه المسقعه، وهي عباره عن زيت ومعلقه توم مفرومه كبيره. وبعد كده انا كان عندي صلصه كنت مصلصاها، هنزل عليها بعد طبعا التوم ما يحمر بالصلصه، وهحط عليها التوابل التقليديه بتاعتي اللي هي عباره عن فلفل اسود وكمون وحبه ملح، مش محتاجه اكتر من كده. على فكره المسقعه من الحاجات اللي لما بتعمليها بشكلها التقليدي بتطلع تحفه. كل ما تفتكسي فيها ما بتطلعش قد كده. سيبك بقى ولا بشاميل ولا لحمه مفرومه ولا الكلام ده. انا هنا كان عندي خلاص البتنجان بتاعي ابتدى يطلع ميته، هبتدي اقلي وانا بغطي الطاسه زي ما انتم شايفين عشان الدنيا عندي ما تتبهدلش. بحاول على قد ما اقدر ان انا احافظ على الطاسه واحافظ على شكل البوتاجاز يكون نظيف. وبعد كده هخلص وهبتدي اقلي الفلفل. انا كمان قليت طاسه بطاطس، بس طاسه البطاطس انا ما صورتهاش معاكم لان انا ما كنتش ناويه ان انا الصراحه احطها في المسقعه. بس لقيت ان كميه البتنجان بقت قليله شويه فحطيتها. طبعا انا هنا حطيت صلصه في قعر الطاجن بتاعي، وبعد كده حطيت يعني رصه بتنجان وبعدين صلصه وبعدين رصه بتنجان تاني، وارجع احط صلصه تاني عشان كل حته في المسقعه تبقى شاربه من التسبيكه وطعمها حلو. البطاطس قبل ما احطها هبهرها طبعا برضو بكمون وحبه ملح صغيرين عشان ما تبقاش دلع، وبرضه هحط عليها صلصه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده الفلفل كل مراحل لازم احط عليها حبه صلصه ولو بسيطه. وهخلص بقى دول اخر دورين من البتنجان بتاعي، هحطها بعد كده على النار تاخد غلوه بالظبط بحيث ان هي تغلي، وبعد كده هدخلها على الشوايه في الفرن بس. وهتدوقي احلى مسقعه اكلتيها في التاريخ، مش هقولك في الحياه. عايزه اقولك ان انا في ناس يعني بتعشق المسقعه من ايدي. فبجد ما تفتكسوش في المسقعه، هتطلع معاكم تحفه. مش محتاجه المسقعه في حد ذاتها يعني تحفه فنيه من غير بشاميل ومن غير لحمه، وده رايي الخاص. ممكن ناس تعترض على كده، بس صدقوني جربوا طريقتي وهتعجبكم كتير.